ليه كلنا بنحب فيديوهات الاي اي في الكوره، ورغم اننا كلنا بنستغربها الا اننا برضه مستمتعين بيها؟ الموضوع ده ورا حكايه. الاكيد انك شفت عشرات الفيديوهات لميسي وهو مخطوف ورونالدو خارق في كل مره بيروح وينقذه، ومسلسل الهندي ده رغم اننا وانت عارفين ان هو مش حقيقي الا اننا بنقف ونتفرج عليه وبنبقى مستمتعين بيه جدا. فايه السبب؟ بعد بحث عميق وبعد ما طلعت عالم النفس اللي جوايا اكتشفت اكتر من حاجه، ان الاي اي قادر يخلي الحاجات اللي كان نفسك فيها دلوقتي قدامك وبتتحقق. يعني انا وانت عشنا طول عمرنا في صراع بين ميسي ورونالدو، وطول الوقت كان عندنا امنيه ان احنا نشوف الاثنين دول بيجتمعوا في فريق واحد كنا بنتخيل ممكن يعملوا ايه. فلما بنشوفهم بقى في فيديوهات الاي اي بنحقق كلنا حلم كان نفسنا فيه. ومش بس الموقف ده، الاي اي قادر يخليك تعمل حاجات كتير جدا. لو انت مخنوق بقى وعايز تتمزج ممكن تخلي ميسي يغني لك لرضا البحراوي، او عايز تلقح على واحد من صحابك فتشغل لهم يا صفر، او حتى تنكشهم بكروان مشاكل. اما تيجي اتخير على السوق، ما تتخيرش على اللي استحملوك. ولو بتشجع السيتي زي سامح عرفات وبتحب هالاند ممكن تخليه يعلن اسلامه. لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الله اكبر. بس تسقط وتحطه في كنيسه وعلى الله ما حد يدور ورانا. كل اللي فات ده بقى بيعمل صدمه ايجابيه للدماغ بتكسر الواقع اللي اتعودنا عليه، وتشوف النهايه اللي نفسك فيها وصعب تشوفها في الحقيقه. بالتالي كل ده بيديك دوبامين وبيخليك مستمتع جدا بالمفاجآت اللي عماله تحصل لك وانت مش مصدقها. ده غير ان الفيديوز دي طبعا مدتها قصيره، وده بيناسب جدا التعفن الدماغي اللي عندي واللي عندك، فالمخ بيبقى متكيف حرفيا. ده غير بقى ان هي بتجاوبك على سؤال ماذا لو، واللي نص صناع المحتوى وانا منهم بنحطها كفكره وفي الاخر ما بنعملهاش. دي اسباب قليله ليه احنا بنحب الفيديوز دي، وفي اسباب اكتر بكتير لكنها محتاج فيديو اطول من ده عشان احكيها لك. فخلينا نسالك بقى، ايه اكتر فيديو اتعمل بالاي اي لميسي او رونالدو وانت حبيته؟ تنساش اللايك والفولو. اصحابكم السلام. اللي مش هيعمل لايك للفيديو هرمي عليه العنكبوت.